معيدان عبد الكبير، كاتب العام جمعية سوق الجملة الخضار والفواكه بمدينة الدار البيضاء وتاجر بالسوق في نفس الوقت. بالنسبة للمطيشة كما سبق لنا حنا وقلنا يعني في البداية ديال السنة كاين مشكل ديال الندره ديال الانتاج اللي متعلق بشكل اساسي بالقله ديال المياه او السنوات اللي تعاقبت ديال الجفاف على المغرب. يعني الاصل ديال المنتوج هو قليل، وحاليا في رمضان كان فعلا ضغط على هذا المنتوج ديال الطماطم، هو اللي كنا يعني كنقولوا هو اللي كان يعني مخلي الثمن ديالها مرتفع. قلنا يعني راه ما يخرج رمضان غيكون الثمن غينخفض، هو فعلا انخفض بعد الشيء ملي خرج رمضان، ولكن خلال يعني هذا الاسبوع مؤخرا يعني شهدت يعني الثمن ديال الطماطم مرتفع، يعني رجع للثمن يعني المسبق ديالو اللي هو تقريبا 9 دراهم في الجمله، 9 دراهم ونص، يعني بالنسبه للمنتوج جيد. يعني اعلى ثمن كان يعني بلغ 9 حتى ل 9 دراهم ونص يعني في هذا الاسبوع. وهذا الارتفاع في الثمن راه كيعزى يعني بشكل اساسي يعني القله ديال المنتوج. يعني حاليا كنعرفوا ان يعني المنتوج هو مرتبط يعني بمنطقه سوس او منطقه اكادير، يعني كنتظروا يعني شهر 6 وشهر 7 يبدا المنتوج ديال منطقه الوالديه ومنطقه الشوكه ومنطقه الصخيرات، اللي ربما غادي يعطي واحد التنوع في المصادر ديال التزود ديال هذه الماده الاساسيه، وبالتالي ننتظروا يعني انخفاض ديال الثمن يعني شيئا ما. يعني وخصوصا حنا مؤخرا سمعنا بان يعني الطماطم هنا يعني اللي من المنتظر انها تعطي واحد المتنفس يعني في الانتاج ديالها اللي هي يعني منطقه الوالديه، المنتوج ديال منطقه الوالديه. يعني كان ربما كان شي مرض مؤخرا تسلط على هذا المنتوج يعني اللي غيخلي ربما ياثر على الانتاج ديالو ويخلي الثمن ديال الطماطم انها يعني تشهد واحد الارتفاع، خصوصا اننا كنعرفوا بانها ماده اساسيه في المطبخ المغربي. حنا لا غادي نهضروا على الاحتكار يعني بالنسبه للخضره ما كيشكلش يعني واحد التاثير ولا ارتفاع في الاثمنه. علاش؟ لان الخضره عندنا هنا ما يمكنش تخزن. الخضره هنا مثلا كاين انواع هنا اللي ما تقدرش تفوت لك يومين حتى 3 ايام ديال الصبر. يعني فينا هو هذا الاحتكار، وكاين المواد هنا يعني هي متوفره في السوق على مدار 24 ساعه على 24 ساعه. غنهضروا على الاحتكار الا كانت الماده كتفقد من السوق واللي يمكن التخزين ديالها ولا التجميع ديالها وتخزينها واحد المده معينه باش يجف منها السوق ما تبقاش موجوده باش تتحكم في الثمن. حنا ما عندناش هذا المشكل هنا في الخضره. الخضره كتدخل بشكل يومي وكتدخل بجوده عاليه للسوق، ويعني وخاصك الخضره اللي دخلت السوق خاصها تباع، يعني ما يمكنش تخزن. وكاين شي سلعه واخا يمكن تدخلها مثلا المخازن ديال التبريد فهي غادي تتلف، غتشهد اتلاف، لان ما تقدرش تصبر مثلا لا لدرجه الحراره لا الارتفاع في درجه الحراره ولا الانخفاض في درجه الحراره. الخضره خاصها تجي خاصها تباع، يعني ما عندناش مشكل ديال هذا الاحتكار في السوق. السلعه هي متواجده على مدار 24 ساعه، ما كاينش واحد الخصاص او نقص في اي منتوج معين. الكلام ديالنا مع التجار ديال البصله الحمد لله هو المنتوج موجود، البصل هذا هو الموسم ديالها، يعني ما غيكونش يعني ما غتشهدش الاثمنه ديالها، ما غتشهدش شي ارتفاع، واخا اننا مقبلين على يعني العيد ديال الاضحى واللي كيعرف يعني استهلاك ديال ماده البصل يعني بواحد الشكل مهم. ولكن الاثمنه فهي غتبقى في المتناول بموازاه يعني الوجود ولا كميات مهمه من البصل. يعني حاليا لا غنهضروا على البصله راه في الجمله راه كاينه درهم و20 فرانك، درهم و10 فرانك، 90 فرانك، 80 فرانك، درهم ونص. يعني الثمن ديالها انخفض، ما بقاش الثمن اللي كان من قبل. وبالنسبه للبطاطس هي الثمن ديالها حاليا راه كيتراوح من 3 دراهم حتى ل 3 دراهم ونص. لا غنهضروا على البطاطا يعني ديال الكامله بهذا المفهوم، يعني باستثناء البطاطا ديال الفريت اللي الثمن ديالها باقي شويه مرتفع حتى ل 5 دراهم مثلا ولا 5 ونص. يعني هذه الاثمنه مقارنه مع الاثمنه اللي كانت خلال حوالي شهر، الاثمنه راهي انخفضت. يعني البصله والبطاطا الثمن ديالها انخفض بشكل يعني مهم. لا غنهضروا على البصله من 13 درهم حتى لدرهم ونص ودرهم و20 فرانك و30 فرانك، يعني راه انخفاض مهم. البطاطس هي واحد الوقت راه واحد الثمن ديالها حتى ل 10 دراهم في الجمله، حاليا راه ما بين 3 و3 دراهم ونص، راه ثمن مناسب بالنسبه للمواطن وكيراعي القدره الشرائيه ديال المواطن. النشاط التجاري دائما في ما كيقل يعني كيقرب الموسم ديال عيد الاضحى يعني كيشهد واحد الانخفاض
يعني ما كيبقاش ديك الحركيه او النشاط التجاري كيف ما كيكون في الشهور اللي قبل. علاش؟ ربما كاين التاثير ديال العيد الاضحى او ديال الاضحيه ديال العيد على المواطن، كيولي يفكر فيها بواحد الشكل مهم. هذا اللي كيجعلو انه ما يبقاش يفكر يعني في الخضروات. هذا كنلمسوه حنا في الحركيه داخل السوق انها كتشهد بعض الركود، وما كيبقاش داك النشاط التجاري كما معهود في الشهور اللي قبل. عيد الاضحى كيأثر يعني على الوتيره او النشاط التجاري داخل السوق بشكل كبير. بالنسبه للرساله ديال المواطنين هو ان اش غادي نقول، يعني انا يعني انا راه مواطن، هو خاص له اهتمام اولا بالقدره الشرائيه ديال المواطن. صراحه رساله نبغيو نوجهوها للحكومه انها يعني ترفع من القدره الشرائيه ديال المواطن عن طريق الرفع من الاجور او الزياده في الاجور، باش هذا المواطن حتى هو يستطيع يساير هذه الموجه ديال الغلاء. هذه الموجه ديال الغلاء اللي ما نقدروش حنا نحاربوها. كنعرفوا ان القانون ديال التجاره هو مرتبط بالعرض والطلب، يعني الا بغيتي تحارب هاد الموجه ديال الغلاء ديال الاسعار، الاهتمام بالقدره الشرائيه ديال المواطن والرفع من الاجور باش هذا المواطن حتى هو يقدر يساير هاد الموجه ديال الغلاء ويعيش يعني بالكرامه ديالو. صراحه مقارنه مع هذا العام كان استثنائي في الغلاء ديال الخضروات، للمواد الغذائيه، للمواد ديال التمويل. يعني المواطن الله يحسن العون، حنا راه مواطنين، وكنطلب يعني نداء للحكومه ان تهتم بالقدره الشرائيه ديال المواطن، لان غيكون فيها يعني كل شيء غيتنفع منها. ملي غادي نهتموا بالقدره الشرائيه ديال المواطن ونرفعوا من الاجور، كون على يقين ان الحركيه يعني التجاريه او الاقتصاديه ديال البلاد فهي غادي تروج، وكل شيء غادي يتنفع باذن الله.